الا تكلمتي معها غادي تحبس 6 شهور، واذا مشيتي حتى غير سلمتي عليها مشيتي فيها مؤبد ولا يعني كل واحد شنو كيصورها. هذا النقاش الناس كيقول لك حنا كنتخوفوا كنهضروا مثلا على البنت يمكن فيها 3 شهور ديال الحبس، في نظرك واش خص عقوبات حبسيه وزجريه؟ ولكن انا اعتقد حتى يعني الثقافه والتربيه والتربيه الجنسيه يعني، وحتى في المدارس في مجموعه من يلا مثلا هذا نقطه مهمه ذكرتيها، التربيه الجنسيه. واش سعيده الشرف مع تدريس ماده مخصصه للتربيه الجنسيه للتلاميذ في المدارس باش النشء يعني من صغره يعرف هذا الشيء، ماشي يكتشفوا في الانترنت ويكتشفوا في القنوات الفضائيه بواحد الطريقه اللي خطيره جدا. انا عندي مثل كنمشي فيه في حياتي وربما تعلمته من الصغر في دراستي. جاوبي لي الاول. كل انا غنجاوبك لانه انا مركزه معك. يلا انا زميلتك سابقا. ذكر بنا من انت كنت صحفيه. نعم، في التلفزيون الاسباني، في التي في انترناسيونال، يعني في لا تي في انترناسيونال. طبيعه الحال اذاعه العيون حتى هي؟ لا 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 قناه العيون؟ لا, لا, لا ابدا. لا. أنا كنت بالخارج بمدريد. بالنسبة لكل ما هو يعني محرم أو يعني كنقولوا دائما كل ما هو ممنوع هو مرغوب. فاحنا يعني مثلا يعني مجموعة من المسائل لو كانت متواجدة ولكن بواحد الطريقة اللي هي تكون قريبة من تربيتنا، أكيد أنه الناس غادي تلغي فكره التحرش الجنسي. ولكن انت مع التربيه مع تدريس التربيه لا، ولكن التربيه الجنسيه في المدرسه؟ اول شيء انا دائما مع الدراسه، ولكن تدريس التربيه الجنسيه احنا كنا كندرسوا التربيه الجنسيه، ولكن التربيه يعني في العلوم الطبيعيه اللي كنا كندرسوها عاديا، وكانوا نوعا ما كيوصلوا لنا دي ميساج، ولكن لانه باقي احنا ما وصلناش في الفكر ديالنا. ما يمكنش تجي تخاطب واحد بالمجتمع تقاليد تحكمه 90% وغادي تجي تخاطبوا تقولوا غندير لك تربيه. ولكن التقاليد المجتمع ديالنا كيتطور سيده سعيده الشرف. ملي كنهضروا المجتمع مش التقاليد ديال القرن الواحد ولا جوج، نطوروا علميا ولكن المجتمع كيتطور. دابا كاين قنوات فضائيه، كاين انترنت، كاين الشارع، الناس كيكتشفوا المسائل ديالهم، عندهم غرائز، كيشوفوا، كيبغيو يخلقوا علاقات، كيشوفوا في التلفزيون مسلسلات. أكيد. وانت كتجي تقول لهم لا راك عندنا تقاليد. لا انا مع وبس. انا مع التربيه الجنسيه، ولكن يعني دائما فيها المراعاه. انا مع انه تدرس وفقا للتقاليد ديالنا بطبيعه الحال، وفقا للتقاليد، لانه باش توصل وفي نفس الوقت لانه الشيء اذا زاد عن حد انقلب الى ضد. السيده سعيده الشرف في المسيره الفنيه ديالك واش وصلك مثلا الاذان ديالك ان شي زميله ديالك في الميدان الفني قالت لك انا تحرشوا بيا اهل الميدان الفني مجموعه ولا الاعلامي؟ مجموعه دائما كتقول لك انا مثلا باش غنوصل نمشي مثلا لواحد المكان او نوصل لواحد الشيء انا تعرضت لكذا وانا الشيء يزعجني طبيعه الحال، لانه الانسان عنده مؤهل، هو عندها موهبه او انسان عندها موهبه او عندها يعني ليس فقط في الميدان الفني. كيفاش كتفسري هذا الشيء؟ لان قبيله هضرنا على المجتمع قلنا يمكن الناس ما عارفينش، ولكن دابا هادو ممكن نهضروا على اهل الميدان الفني، هادو ناس مثقفين وقاريين. لا، ولكن انا كنتكلم على الناس يعني هي مثلا هذيك الشخص وقع لها هذا الشيء مع ناس خارج الميدان الفني. كاين اللي كيقول لك حتى داخل الميدان باش كما قلتي كيقول لك باش نوصل مثلا باش ندوز شي برنامج باش نعمل في شي مسلسل، يعني كاين مرات اشارات. انا يمكن نكون معك دبلوماسي ونقول لك ما نعرف، لا ولكن في هذه النقطه بالذات التربيه. انا والله التربيه عندها دور مهم يعني، والقناعه والايمان، والانسان كيكون عنده مؤمن بواحد الاشياء فيه. يعني انا مؤمن انه غادي نوصل بطاقتي بقدراتي بموهبتي، لا شيء اخر. انت منحدره كما قلت من الاقاليم الجنوبيه، تخرجتي في مدينه العيون. انا منحدره من مدينه العيون طبعا. من مدينه العيون. دابا غادي نجبد شويه الصداع على راسي. النساء ديال الشمال يمكن غادي يعاتبوني، انا كنسمع يعني النساء ديال الجنوب ديالنا المغربيه ديال الجنوب يعني يمكن عندهم واحد الطبيعه انهم اكثر تحررا من. لا احنا اكثر لا، ولكن احنا عندنا المراه اول حاجه شخصيتها قويه، والرجل الصحراوي كيعطي قيمه كبيره للمراه عندنا. يعني لدرجه المساكن على راسنا، راه حتى الناس ديال الشمال يقول لك لا حتى حنا راه اكثر. لا انا نعطيك، احنا نوريك لدرجه ماذا. احنا الاعلاميه الكبيره اوبرا كانت استضافت ناس من الصحراء ومن موريتانيا. الامريكيه طبعا الكل يعرفها. فاستضافت عندها في البرنامج موريتانيه وصحراويه، وكانت
يعني تستغرب، قالت الله لو كنت نعيش عند هذوك الناس. علاش؟ لانه تصور انت، احنا لدرجه انه حتى يعني كيف القيمه، ولكن راه عندها مغزى. يعني المراه تطلق وتحتفل بالطلاق في الاقاليم الجنوبيه طبعا، تحتفل بالطلاق بالتمر والحليب، والناس كلها تعرف انه هذيك السيده راه تطلقت. ولكن هذاك فيه ردع انه هذاك الانسان خاصو يفكر 100 نوبه بغى يطلق هذيك الانسانه، ليس انه لا انت طلقتي راه احنا فرحانين انك طلقتي. كل حاجه عندها مغزى وعندها معنى كبير. يعني والمراه الصحراويه عندنا احنا مثلا في الصحراء المغربيه انه ما كاينش ذاك اللونجاج او خطاب اللغه، يعني الغوات او العنف. ما عندناش مرأة تعنف. ما يمكنش، ما كاينش العنف ضد المرأة في الجنوب. لا ما كاينش. أنا أؤكد لك، وإلا كان يعني كون متأكد، يعني حالات نادرة جدا، لأنه إحنا كنعيشوا مجتمع قبلي، يعني القبيلة كاملة كتنوض لهذاك الشخص. يعني هذا هو السر ديال غياب تقريبا العنف ضد المرأة. غياب، كاين غياب، أنا متأكدة أنه كاين غياب، يعني نادر جدا. وإلا كان كيكون فيه، يعني إلا مثلا بغى يرجع هذيك السيدة خاصو بحال إلا غادي يتزوجها من جديد، يعني مهر اخر وفيها وما لونها، فكيفكر 100 نوبه علاش هو غيمشي. الاتي ليس فقط في الصحراء المغربيه، حتى في موريتانيا. يعني موريتانيا يمكن اكثر. يعني انا ما عمري سمعت انه موريتانيا معنفه نهائيا ابدا. يعني يعني في التقاليد ديالنا والعادات ديالنا نقدروا نوجدوا، لا احنا يعني دواء يعني بعض الامراض الاجتماعيه اللي كنعيشوها حاليا. والله العظيم مؤخرا، يعني لدرجه انه مثلا الا اتفقوا ومشاو، يعني ما كيكونش عندهم مشكل، يعني لا بين الازواج او مثلا التحرش. يمكن يكون تحرش بالكلام، هذا عادي في اي بلاد، يعني سواء في الصحراء المغربيه ولا في وسط المغرب او خارج ارض المغرب في العالم ككل، يمكن يكون تحرش. ولكن كيف قلت لك، وكنرجع وكنعاودها وكنقولها، انتم كنساء فنانات ولا نساء بصفه عامه كتكلموا بيناتكم على ظاهره التحرش. كاين شي نساء مثلا في هذا النقاش العمومي اللي كيقول لك مزيان، انا كنفرح من شي واحد كيقول لي انت مثلا بين قوسين انت جميله، انت زوينه الى اخره. وكاين النساء كيقول لك لا، انا بالنسبه لي كيهمني الانسان الا في الشارع تلفظ بشي الفاظ، واخا كيقول لي زعما انت زوينه، راه كاين اغراض. ما كاينش شي مرة في العالم ما كتبغيش انه يتقال لها انا زوينه، ولكن كاين في الشارع، في الزنقه، في الشارع يعني مره ما يعرف هذيك الانسانه واش هي زوجه، واش هي ام، واش هي حامل، واش هي، يعني الانسان ما كيفكرش، مجرد ما كيقول له راسه مثلا وكيروح كلمه. يعني الانسان اعتقد انه ميزنا الله سبحانه وتعالى، الله ما شفناش ولكن عرفناه بالعقل. يعني ميزه العقل انه تدرك انه هذاك الانسان انت راهي لا غيربطك به شيء، او يعني كيكون كتقرب من ذاك الانسان، يعني هو لا رفضك، يعني لاش داعي لذاك التحرش وتهين نفسك. ربما بعض المرات لانه كاين اللي كيتعرضوا للاهانه وكاين اللي كيتضربوا. يعني مثلا شخص تحرش بانسانه، يمكن الناس يتجمعوا يضربوه، او يعني كاين اللي كيشري راسه هو الصداع، كنقولوا بالمغربي. بين الصديقات ديالك مثلا كاينه شي مراه اللي تعرضت لشي عنف واخا من طرف الزوج ديالها؟ كاينين. كيفاش كيكون رد الفعل؟ انا نقول غالبا، ولكن كاين حالات نادره. كاين اللي كيعجبها انه راجل يضربها، كتقول لك انا كيفاش كتشوفها؟ انه كيبغيني، ملي كيضربني يعني انه كيبغيني. وكتشوف هذه منطقي؟ لا ليس منطقي، يعني انه يضربني باش يحس انه يبغيني، لا. يمكن كاين هناك الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال مجموعه، ولكن انا طبيعه الحال اقل واقل واقل اني نتكلم في اشياء انا بعيد عنها، ولكن ما اسمع وما يصلني. انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيقول مثلا، يعني كانوا يعني تربيه النساء مثلا تربيها، كاين عندها شروط، قواعد، عندها قواعد وعندها، ولكن لا تصل انه تضرب مراه وتهرس. انا والله العظيم كنت في صالون يعني للشعر وهذا، والتقيت واحد السيده من منطقه قنيطره، والله العظيم انه بكيت على قبلها. علاش؟ يعني احكي الناس. يعني وجهها كامل ازرق، وهذا جات فقط مع واحد السيده كتستنى باش تديها معها للدار، لانه ضربها جرى عليها وقلع لها الولد، وفي حاله يرثى لها، ومسكينه هي ما قرياش، يعني ما عمرها درست، يعني اميه وما عارفه شنو غادي دير. حاولت نساعدها بطريقتي، اتصلت بجمعيه ودرت اللي في قدري، ولكن شحال كاين من مرة بحال هذيك، شحال غنقدر نساعد الاخر.
واللي ما كتلقاش فين كتمشي باش طبيعة الحال. وما عندهمش ما عارفينش كاع اصلا واش كاين جمعيات ولا ما كاينش جمعيات. هاد المراه مثلا علاش ما لا مشاتش وكتمشي عند عائلتك كتقول لها لا خصك تسمعي كذا خصك ترجعي. يعني نداء حتى التقاليد ديالنا خص فيهم اعاده النظر شويه، ماشي كل شيء شويه نعم. هاد العقليه ديال الراجل راه هو الراجل اللي كيحكم في الدار. عندنا عادات كنفتخر بها، وعندنا عادات صراحه انها كتوجع يعني هاد المراه مثلا علاش ما اقترحتيش عليها تمشي تشوف البوليس تشكي براجلها؟ النساء كيخافوا يمشيو للبوليس يشكيو براجلها، يقول لك غادي نشتت العائله ديالي ياك. كتخاف، هي مسكينه ما بغاتش تطلق، هي ما بغات واخا ضربها وداكشي قالت لك جرى عليه ما بغانيش يعني صافي داك ما بغانيش استسلمت. كتشوفي واش الاعلام كيقوم بالدور ديالو في مجال التوعيه؟ لا ما كاينش نهائيا صراحه. لا الاعلام طشاش فقط يعني ما لانه باش شوف الدول المتقدمه يعني مثلا موضوع حساس بحال هذا يعني كيفاش كيعطوه قيمه. يعني كنت مؤخرا في السويد في ستوكهولم وكنت مع ناس قال لك داولوا ولاده ودات له الدار فقط لانه اتصلت وقالت لهم زوجي عايرني، يعني عايرني فقط، خاصمني وبغى يضربني حيدوا له الدار، حيدوا له الاولاد وخلاهم مع الام وجروا عليه هو برا. دابا هذا هو اللي في هذا النقاش داخل المجتمع كيقول لك ودابا المراه غادي تولي تحكم. لا ولكن دابا المراه غادي تولي الا عندها مشكل مع راجلها بغات تهنى به غادي تقول له مراه كيعنفني باش تدي الدار وتدي الفلوس. كنرجع للمره المليون وكنقول لك بانه التربيه يعني اصلا ما بني على باطل هو باطل. يعني العلاقه خاصها تكون اصلا مبنيه على ود ومجموعه من هذا، ولكن احنا كنتكلموا ما كندخلوش على في اطار الخانه الزوجيه فقط، احنا كنتكلموا على العنف بصفه عامه. نتكلموا شويه على المسيره الفنيه ديالك. انا كنشكرك. نسيت راسي انا واش فنانه ولا هذا هو مزيان وانت كتكلمي لنا دابا في مسائل اجتماعيه، هذا هو اللي مهم. الفنان ابن بيئته والفنان ولد المجتمع. كنشكرك بزاف اللي جيتي لهذه الحلقه، وانت دابا غادي تاخذي الطائره باش تمشي لبيروت. نعم. وشنو غادي تعملي في بيروت؟ عندي سهره في احد القنوات العربيه المهمه، وعندي وعندي حفلات اخرى انت هي الفنانه الاكثر مشاركه في المهرجانات الوطنيه وحتى خارج المغرب. كيفاش خمسه وخميس كيقوسوا كتحسي بانه ما كاينش تقواس عليك ياك؟ اول شيء اكبر هبه اعطاها الله سبحانه وتعالى وحباني الله بها، عرفتي شنو هي؟ هو اني كنبغي اول حاجه ابتسامه دائما، لانه سواء كنت حزينه او كنت فرحانه دائما كنبتسم. ربما هذا الشيء يخليني اقرب للجمهور، وربما هو يعني يحبب فيا جمهوري. الناس ما يمكنش تجي تفرض عليهم الحاجه، خاصه الموسيقى او كل ما هو فني، كل ما هو ثقافي، كتاب، ممكن ما يمكنش نفرض عليك. انا مثلا انت تقرا الفيكتور هيغو وانت ما كتبغيش، انت خاصك تكون اصلا عاشق لهذاك النوع. وموسيقى ما يمكنش انا نجي نفرض عليك. كيفاش كتفسري هذا الاقبال في المغرب وخارج المغرب على هذا الفن الصحراوي مثلا؟ لا انا كيسموني فنانة جوكر، يعني كنغني جميع الالوان، ولكن حاولت أن الأغنية الحسانية نخرج بها من إطار ذاك القوقعة المكانية، يعني فقط ما يخص الصحراء أو ما يخص منطقة الجنوب. يعني حاولت، والآن الحمد لله يعني أنا في طريق أن نوصلها عربيا وكاين إقبال حتى من كتخرجي خارج الوطن جدا. يعني أنا ماشية دابا لبيروت وغادي نغني أغانية كلها حسانية، يعني فرحانة لأنه الملحفة غادي تظهر في أهم القنوات العربية. فرحانة أني غادي نوصل أنه هذا الشيء. أنا عندي كل أهدافي فيها مجموعة من الأشياء، يعني حتى مغربية الصحراء، أني أنا ماشية وعندي رسالة أنه أنا من الصحراء المغربية، هذا زيي، هذه أنا، هذه ثقافتنا، هذا وجه الصحراء المغربية. الدبلوماسية الفنية طبيعة الحال، مجموعة ونوصل الفن ونوصل. أنت كتمشي خارج الطيارة السيدة سعيدة الشرف، دابا هما كيجيبوا لنا الموسيقى الشرقية هنايا في المغرب وحنا فرحانين بها، وأنت كتصدري الموسيقى الحسانية طبعا إلى المشارق. لهم. وللمفاجأة أنه الجمهور غادي يشوف اللون اللي كيبغوه المغاربه كاملين، اللي هو لون القدره، فن القدره، ولكن القدره ومعها الشرعه يعني هذا نوع من الموسيقى الحسانيه البيور. فغادي يشوفوه لاول مره، انا كملته وغادي ينزل
في راس السنه. واش القدره فيزيون ولا القدره فيزيون مع هاوس، يعني انا تعجب الشباب كلشي غيغني يعني صغير. فوقاش غيدخل يعني نفس الستيل اللي دار شاب خالد في اون فا سيمي اون فا دونسي. لا انت احسن من شاب خالد. لا تجبد النص على خويا، كل فن عنده مكان. مكان. الفنانين غير كتقول هكا ولكن بيناتكم دائما لا والله